كده. بس ربنا مش رايد. قول للعيبه من فضلكم، كنتوا بتشتكوا انكم ما بتلعبوش في اماكنكم. تمام؟ واسامه نبيه يعني متفهم الجزء ده بالذات، لان ياما قاعد معايا، عارف اسامه عضو في النادي فبيخلص بيجي يقعد. خد بالك تاني، مفيش لاعب مش هيلعب في مكانه، ده مش كيمياء مني. خد بالك، ده مهندس يشتغل مهندس ما يشتغلش دكتور، ده دكتور ما يشتغلش محامي. صحيح. ده محامي ما كده. وده كانت مشكله كبيره يا كابتن خالد، ان في لعيبه ما بتلعبش اماكنها. صحيح صحيح. ان احنا كتر تغيير الطريقه في ماتش واحد. كان زمان بتتعمل وبتنجح، بس الفرقه المنافسه حفظتك. خلي بالك، يعني انت راجل النهارده المفروض انا دوري تقول لي والله روح اترفع صوت منتظر في القضيه دي في الجنيه دي مش عارف ايه في محكمه النار بس. خلاص ما فاضيش تقول لي لا والنبي روح اعمل في محكمه الاسره حاجه ثانيه. فاسامه متفاهم لده. تاني، ان كل لاعب يلعب في مكانه، ومفيش لاعب يقعد لغايه ما يصدي زي عبد الله جمعه. كلامي واضح. او زي محمد صبحي، كلامي واضح. ومش كلام انا ده بقى، ده كلام لما كانوا شغالين معودين للراجل. ليه؟ انت النهارده